وانت اني تكلمت والله يا محلاها بس مش تكلمت انت في البدايه في هذا الكلام. حرام وطلاق اني تكلمت في التاريخ باول تقرير. وش قلت؟ شرع بالحزام، انا كنت بالحزام ولا لا؟ ايه. روح عين التقرير وشوف وقولوا عاوز اسمه ذاك اللي بالحزام بحقق صاحب النظارات فيصل. ايوه. شو يقولوا له؟ قولوا شو قال لكم باروت؟ روح لعنده. ماشي صريت على الكلام هذا الرابع. صريت على الكلام. هي بالكتاب يزيد ما هو بالصم. وش قلت لهم؟ روح ساله. وش قلت لهم؟ قولوا ايش قال لك على باروت؟ قلت لهم جيبوا باروت. نعم. نجيبوا باروت على هذا بلا سبب. كيف بلا سبب؟ قلت لهم هو عارف بكل شيء. هو كل شيء. وكلمهم صالح ضيف. ودوه جلس اسبوع هنا بخرج ورجع وقال يا بيدي الولد وصراحه خذ له اسبوع ورجع وطلبوه ورجع وهب. بعد كلمتهم امس، كلمت اكرم الحنشي قلت له يا اخي باروت خرجني له هناك. يعني ثاركم وبعيركم هو صالح ضيف نفس الكلام. صالح ضيف تكلم سروا الى عنده زين. طيب من هو قرر لكم انتم تجيبون عبد الله منه؟ خلاص يا اخي من هو قرر لكم يفهم علشان لا خليك انت تخرج خارج الحلبة يا غبي. من هو قرر بكم؟ يا اخي قد قلنا لهم بكل شيء. قلت لاكرم الحنشي بكل شيء. قلت له يا اخي شوف فلان وفلان اكرم الحنشي انت وصيته قد جاء عندي وجلست انا وياه وقال لي يا اخي باروت من؟ باروت وذاك دي متزوج بنت اخته بنت الساعري دي مضبوط كان هنا وده عارف له وصيناه وصاته وطلب ناس. كم بالواقع يا اخي تكلمت يا اخي انا بخرج. انا تكلمت يا اخي ان الشيخ يخرجونه وانه يبي يقتلنا. قتله ربي. سمعت؟ ما رحنا تكلمنا بالشيء. مجال خليه حرام وطلق عينها. اسمع حرام انهم يبون يقتلونك من اول يوم. ايوه اني انا جنى رافض وحرام وطلاق ما بيننا رحنا وياك لا ناقه ولا جمل وانهم مرطونا. الان شوف لي جاء يستدعوا واحد من كم اداك فلوس باروت عين؟ اي اللي كم اداك فلوس؟ ماشي يا اخي خزنا وجلسنا رحنا وياه بعد الا ما زحفنا. بس كم وهمكم؟ شوف لي طيب حطني خلص لك. كم وهمكم قول الحقيقه. هو مرضك هو داري انا داري ورطكم. طيب اسمع لي حطني خلص لك. هذا يا استدعى اكرم استدعى واحد منهم من جماعتهم ذولا على اساس هو استلمها باروت. وصوه قالوا له فديه. قلت لهم انا بيعوا بيتي دي بالبيضاء بيعوا عمايرنا بعمارتنا دي بسبح محلاتنا. وقال لهم ابوي وعينكم لهم يبون له عاده محمد يسلموه له ذا بالدفع وراحوا واستدعوا الرجال لهنا بالقسم وسيط ومدري من ومدري استدعوهم اول امس. وسيط يروح لعند الجماعه حينهم يا اخي. لكن باروت هو وياهم طيزين بسروال كان بخزنه. سالوا حسين عبد الرب قالوا من هو بيشتري الرجال القات من عندك ومن هو عزمه للبيت ومن دي خطط الخطط. انا يا اخي وش بيني بين ذا حرام وطلاق اني اشتغلت انا وياك وهو بالسعوديه مثل اخوه جلسنا بعزمه 10 سنين ورحنا ولا ياش الولد ولا بيني انا وعبد الله محسن ولا بيني انا وياكم ولا العل ولا علم ولا بهذه الحاجات. ورطنا ورطك قلنا لك. محسن الكلام هذا. طبعا هذا الكلام مش يا اخي بس رحنا عينها رحنا لبل الولد. اسمع لي اجبرنا على هذا الكلام ولا بنقول لك بيتها من اول يا اخي. هو من اول يوم كان بيقول باروت يا اخي تكلمت انا وعدني مشوا انا وصالح ضيف كلنا وعدنا هناك وجابوا لنا ودانا كلام وقلنا دونه يخرجه ماشي لبال خلاص يخرجه. وعدهم بكلام انها يخرج علشان ينقذهم وانها يخرجه رحنا يا اخي بيرتنا يا اخي حرام. وش قالكم باروت يا كلب؟ حاك ما العارك سالك بالله انك تتحاكى سولتك بالله. تعال يا قعبه خلاص يا سام عين على الله يا اخي. انا بالنسبه لنا يا اخي ورثنا ويش ما وقع احنا بنحاول حرام وطلاق اني يكلف ابنك اني يبيع تصح حقتنا. قال لهم ابوي وانا نبيع بيوتي ودواني واخرج من تصح ان خلت دي دفعت ورثنا. والان يا اخي شي معاهم نيه ودعوا الرجال هذا وسيط امس. اسمع لي دعوا الرجال وسيط. قول لامك انا قد قلت لك ذاك اليوم لما جلست انا وياك وقلت لك اسمع الكلام. قلت لك قلت لابوك يا